أأكد لك اللي عنده شوية عقل ما يبقى ينتظر أن الآخرين يرحموه وهو ما يرحم نفسه. لا تتوقع من الآخرين أن يحنوا عليك وأنت ما تملك قابلية الحنو على نفسك، والحال بيوسعك أن أنت شخصيا ترحم روحك ولا تنتظر الرحمة من الآخرين. فيمكن في حياته ينظم أموره، في حياته يوجه أموره.